اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وفي أحسن حال. وحشتوني 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 والله العظيم، بجد فعلا. بتوحشوني اكتر ما انا بوحشكم، وربنا يعلم اللي في القلوب. انا بشكركم كلكم، بشكر كل حبايبي، كل متابعيني، كل اسرتي التانية، وكل اخواتي. آه، انا كملت كده 1000 مشترك، الحمد لله الحمد لله، بفضل من نعمة وفضل من عند ربنا. ودي اول شرط من شروط اليوتيوب. عقبال كده يا رب عدد الساعات. المفروض ان انا ابقى اكمل 4000 ساعة مشاهدة. انا بكلمكم بكل صراحة والله، انا لسه ما كملتش حتى نص عدد المشاهدات. ربنا يسهل كده، وان شاء الله ان شاء الله، انا عارفة كل حاجة باوانها ان شاء الله، وسايباها على ربنا والله. بس فرحت جدا اللي انتوا وصلتوني ل1000 مشترك، واهو زقة وخطوة للامام ان شاء الله تكون كويسة ليا وليكم ان شاء الله، علشان الواحد برضو لما بياخد طاقة ايجابية كده وبيقدر يدي والله، بيقدر بقدر ببقى حابة كده ان انا اصور واعمل فيديوهات جديدة. ويعني انتوا فاهمين بقى الواحد لما بيكون فرحان بيبعد عن اي تعب بقى، ما بيحسش باي تعب، وما بيحسش باي مشاكل عنده، ما بيحسش باي سلبيات خالص في حياته. لما بيبقى فيه كده جزء نجاح في حياة البني آدم، دوت هو اللي بيخليه على أمل اللي هو يعيش كل يوم ويبقى كويس ويجدد في حياته ويطور من نفسه. يا رب كده ربنا يجعلني ليكم كده سبب، ولو يعني جزء بسيط كده تستفادوا مني بأي حاجة، وأنا برضو بستمد طاقتي الإيجابية ومن كلامكم الحلو ودعواتكم برضو. ربنا يا رب، وأنا كمان بدعي لكم والله، ربنا يكون يا رب يكون كده دعائي من نصيبكم، ويكون دعائكم ليا خالص من القلب ومن نصيبي يا رب. طاقة بقى، الواحد كده بقى عنده باور كده ونشاط. قلت بقى ايه اصور لكم، مع ان انا ما بحبش اصور يعني روتينات كتير قوي، اللي هي بقى ايه، افضل اغسل في المواعين والكلام دوت كله، عشان ممكن في ناس بتزهق مني. لكن هي دي حياتي يا جماعة والله، دي حياتي. طب هعمل ايه؟ آه مش عارفة اوصلها لكم ازاي. اللي انا بعمله في البيت هو اللي انا بصوره لكم. ويوم ما بيكون بحس اللي يعني ما فيش اقبال جدا على الفيديو بتاعي. اولا دي حاجة، المشاهدات ديت اسم ونصيب ورزق من عند ربنا. بحس كده اللي لما بيبقاش فيه مشاهدات كده، لا طب انا هصور ليه؟ اكيد في ملل من الفيديوهات بتاعتي. مش عارفة والله، بس هو فعلا في الاول وفي الاخر اسم ونصيب، وديت ارزاق. بس انا برضو ايه، حابه اللي انا اشارككم يومي، ويا رب يا رب الفيديو يعجبكم وكل فيديوهاته تعجبكم يا رب، واحس كده بالطاقه الايجابيه كده، وتقوموا تتنشطوا معايا. انا فعلا والله في اوقات كتير قوي ببقى كسلانه، ببقى في وخم كده، وخصوصا كمان في الصيف الواحد طول اليوم كده بيبقى في حر وكده. بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبنقوم نعمل حاجة بيتنا بالله سهلة خالص والله العظيم، مهما بيكون فينا تعب او فينا مشاكل او اي حاجة. ربنا يبعد عنكم التعب يا رب والمرض، وربنا يروق حياتكم من المشاكل، وما يبقاش فيها يعني اي حاجة وحشة. مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة، بس انا بتمنى ان كل متابعة من متابعيني او اخت من اخواتي اللي مضافين عندي، بتمنى لها الخير، وبتمنى لها يا رب يا رب يا رب تكون اسعد واحدة في بيتها، وتكون كده زينة بين ولادها واهلها، تكون كده الوردة بتاعت البيت. ويا رب ما تزعلش ابدا. يا رب كل متابعيني ما يزعلوش ابدا، ولا يشوفوا الزعل على نفسهم ولا على عزيز ولا غالي ليهم يا رب. آه، اهو دايما انا بعمل الحاجة بتاعتي كده، يا اما الصبح بدري يا اما على بعد العصر كده. اوقات كمان انا مرتبطة بالمية لما بتكون موجودة عندي، علشان المية ما بتبقاش في كل الاوقات بصراحة. بصراحة اول لما المية تيجي كده بتنشط بصراحة. وفي نفس الوقت برضو علشان يعني انا من النوع اللي انا ما بخرجش كتير، عايزة والله الفترة اللي جاية ديت
اخرج واصور لكم بره والكلام ده كله. اللي عايز اللي انا اصور له بره يكتب لي في الكومنتات ويقول لي صور لنا بره مثلا أنا رحت السوق، سوق الخضار مثلا، اصور لكم. خرجت في اي حته او رحت في مثلا في اي مكان، اصور لكم. قولوا لي بس انتوا بتحبوا الفيديوهات من النوع ديت اللي بعيد عن البيت، ولا بتحبوني اصور في البيت؟ قولوا لي بس كده في التعليقات، علشان اشوف مثلا القناه بتاعتي يعني يعني قد ايه نسبه المشاهده. عشان انا الفيديو اللي فات بصراحه، الفيديو اللي فات دوت حسيت اللي هو فشل ذريع بصراحه. واول فيديو ليا يكون تقريبا زيرو في كل حاجه. يعني بتقييمات اليوتيوب عندي الفيديو يعني ما ملوش اي تقييم خالص. كان فاشل، بمعنى فاشل يعني. فانا مش عايزه الموضوع دوت يتكرر تاني، حتى ولو تبقى نسبه مشاهدات نص نص يعني. فقولوا لي في الكومنتات اي من الفيديوهات عايزين اصور لكم، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يقدرني واعمل الموضوع دوت. الجو بقى ايه اليومين دولت بقى الحر والكلام دوت كله، فعايز ايه بلبطه. مسحت بقى كده السطوح مسحه حلوه، كان كله تراب. وشايفين الزرع بقى بتاعي كبر ازاي، حطيته في الظل يا جماعه. بعد شايفين ده كله كان ناشف، حطيته في الظل ما شاء الله بقى رجع تاني ازاي، بقى اخضر وجميل وكبر. والزرعه ديت الكبيره ديت اللي في حد سالني عليها قبل كده، والله انا ما اعرف اسمها ايه الزرعه اللي هي الشجره الكبيره ديت. انا ما اعرفش اسمها ايه دي. هي كانت مجرد انا جبتها، لقيتها كده، كنت رايحه اجيب بنتي من المدرسه وهي كانت جوه المدرسه، كان العيال موقعينها وكده، فجبتها زرعتها قامت طرحت كده بالشكل دوت، بس ما اعرفش فعلا اسمها ايه. هندخل بقى كده. احنا هنعمل النهارده كمان كده كيكه رواني. بنتي طلبتها مني، هي انا دايما بعملها لهم وهي بتحبها، فطلبتها مني بصراحه وقلت اشارككم معايا النهارده. حطيت كده 3 حبات من البيض، وعليهم كوبايه الا ربع من الحليب، وعليهم كوبايه زبادي، واللي انا بحطه لكم دوت دي معلقه كبيره من الخل. تمام. انا هحط لكم كل المقادير ديت في صندوق الوصف. وزودت عليهم كمان كوبايه من السكر ورشه من الفانيليا، وكمان كوبايه الا ربع من الزيت اهي، كوبايه الا ربع من الزيت. هتلاقوا المقادير بتاعت الكيكه ديت مظبوطه جدا، مقاديرها مظبوطه جدا وناجحه جدا، ودايما انا بعملها لهم على طول، بقالي فتره كبيره بعملها. اهو بقول لكم اهوت كوبايه الا ربع من الزيت، بس الزيت يعني يكون ريحته حلوه علشان ما يغيرش طعم الكيكه. ضربتهم كويس بقى في الخلاط، هي ما بتاخدش وقت خالص. ضربتهم كويس في الخلاط قوي 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 كده زي ما انتم شايفين، لغايه ما عملت رغاوي كده، وبقى كل المكونات لونها ايه ابيض. سبتهم على جنب بقى شويه، وقمت حطيت بقى ايه المكونات اللي هي زي ما بيقولوا كده اللي هي الايه الجافه. كوبايه دقيق عادي، وكوبايه دقيق بسبوسه اللي هو السميد او السامولينا، والكوبايه التالتة ديت كوبايه جوز الهند. عادي بقى تحطيها ناعم، ممكن تحطيها يعني ما تحطيش جوز هند خشن، يا تحطيها وسط يا تحطيه ناعم. وباكو كامل من البيكنج باودر. هو ما بقاش في حاجه يعني، حطيه كله، مش هيعمل حاجه، ما تقلقيش. حطي الباكو كامل علشان الوصفه تطلع ناجحه وكويسه. حطيت بقى كل المكونات ديت اللي انا ضربتها في الخلاط على المكونات الجافه، وقلبت بقى كويس. اللي عايز يجربها فعلا يجربها زي ما بقول لكم كده، بس اتبعوا الخطوات زي ما بقول لكم كده. دي مش اول مره انا اعملها ولا تاني مره، انا بعملها بقالي فتره كبيره جدا. تمام. يعني مكوناتها مظبوطه جدا 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 جدا، وهقول لكم كمان على طريقه السوا تحطوها ازاي وتسووها ازاي. بس شكلها بيبقى كده. بصوا، انا دهنه الصينيه كده ايه سمنه. دهناها من القاع من تحت ومن الحواف، دهناها سمنه، ما رشتش دقيق، سمنه بس كفايه. وحطيت بقى الخليط كله كده اهوت، وسبته، ما دخلتهاش في الفرن. انا دلوقتي كده كنت مولعه الفرن بتاعتي، يعني الفرنه بتاعتي كانت سخنه. دبتها كده 3 دبات، وبعد كده ايه سبتها شويه، يعني سبتها تستريح 5 دقايق كده، ودخلتها الفرن. يعني انا جيت بقى امسك الشبكه وكنت عايزه اغيرها بصراحه، كانت زي ما انتم شايفين اللهم اجرنا من النار، فقمت جبت حاجه ومسكتها بيها. بس
يعني قبل ما ادخلها الفرن سبتها بره الفرنه، ما دخلتهاش، سبتها 5 دقايق كده قبل ما ادخلها الفرن. ديت تحس ان التفاعل بتاعها بيبقى احسن. على بال ما كده ما دخلتها الفرن قلت اعمل الشربات بتاعها. هو كوبايه ميه على كوبايه سكر على رشه فانيليا و10 دقايق على النار، وبعدين نطفي عليها. الشربات بتاعها بيبقى دافي وهي لسه خارجه من الفرن. بصوا بتتشرب ازاي. بتتشرب يعني هي عشان هي سخنه بتتشرب الشربات بتاعها. وما تشغلوش عليها الشوايه كمان، يعني هي هتقعد على نار متوسطه حوالي نص ساعه، او ممكن تاخد كمان 5 دقايق كمان فوق النص ساعه. بس ما تشغلوش عليها الشوايه، هي هتحمر كلها من فوق ومن تحت كده، هتلاقوها استوت واحمرت. بلاش الشوايه خالص. انا سقيتها بقى وقمت يعني شلت شويه كده من الشربات، ما حطيتش الشربات كله لاني لسه هقلبها تاني، واقوم حاطه بقيه الشربات. بنتي بتلعب، ما تاخدوش في بالكم الصوت ده كله بنتي بتلعب، بنتي الصغيره. بس قمت قلبتها بقى على الناحيه التانية وهي سخنه برضو. انا ما صبرتش عليها عشان بصوا كمان، علشان قلبتها وهي سخنه. ده نتيجه اللي أنا القلب وهي سخنه. سيبوها تبرد خالص، بس انا كنت عشان مستعجله بصراحه. وحطيت بقى الشربات بقى التاني. ممكن انتي ما تحطيش الكميه كلها، لما تلاقيها كده خلاص يعني بقت السوائل بتاعتها مظبوطه، ممكن ما تحطيش بقى الشربات كله. شايفين الحته مصممه اللي هي تقع، وانا مصممه اللي انا الزقها تاني ده كله علشان وهي سخنه. بس ورشيت عليها بقى كده من فوق جوز الهند. هيبقى سهل جدا اللي هو طبعا يمسك فيها، علشان احنا ساقيينها شربات من فوق ومن تحت. شايفين يعني انتوا لاحظتوا السوا بتاعها من فوق زي من تحت. ده نتيجة ايه؟ اللي انتوا على نار متوسطة. تمام. يعني اول ما دخلتها كانت النار حامية. تمام. قعدتها كده 10 دقايق، وقمت خليت النار بتاعتها متوسطة. السوا بتاعها طلع ممتاز من فوق ومن تحت كلها شكل واحد. قطعتها بقى بصي وهي سخنة برضو، خلي بالكم وهي سخنة، لكن وهي باردة بتتقطع طبعا بكل سهولة سهلة، وبتبقى نتيجتها احلى بصراحة. اهي شايفينها عالية ازاي، مرتفعة وجميلة وطعمها جميل. اللي ما جربش بقى كيكة الرواني يجربها بصراحة بالطريقة ديت، جميلة وسهلة ومش بتاخد وقت خالص. تمام. اهي يا رب تكون عجبتكم، ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. وما تنسوش اللايك بقى، واللي اول مره يشوف القناه عندي يا ريت يشترك، يعمل لي اشتراك. مش هياخد اي حاجه منكم الاشتراك والله ولا اللايك. وجزاكم الله كل خير.